النهاردة ان شاء الله هقول لكم كل التفاصيل الخاصة بطاجن المكرونة اللي احنا بناكلها في محلات الكشري. ازاي تعملي المكرونة بنفس طعم بره وبنظافة البيت؟ يلا بينا. كل التفاصيل اللي هنقولها في الفيديو النهاردة هي مهمة رغم بساطتها، ولكن لو استغنينا عن حاجة معينة مش هنوصل للطعم المناسب. في البداية انا جبت معلقة من السمنة البلدي علشان اديها طعم كويس، ولكن انتي ايه المتوفر عندك؟ يعني المتوفر عندك حطيه، زيت، سمنة، اللي عندك حطيه. تمام. وكمان حمرت البصل لحد ما وصل معايا للون الذهبي الفاتح، وبعد كده ضفت عليه معلقة كبيرة من الثوم. وبعد ما الثوم اتشوح معايا حلو قوي هضيف اللحمة المفرومة. وهنا بقى انتي هتعمليها باللحمة، هتعمليها بالكبدة، هتعمليها بأي حاجة، لازم تضيفي اللحمة المفرومة. هما بيضيفوا عامة اللحمة المفرومة، ولكن هما بيضيفوا لحمة مفرومة قليلة جدا. ماشي، انا هنا عاملة ربع لحمة مفرومة لان دي اقل كمية احنا ممكن نعملها في البيت يعني، ولكن هما طبعا الربع كيلو ده بيعملوا عليه كمية مكرونة كبيرة. اما انا هعمل عليه كيس مكرونة اللي هو النص كيلو او 350 جرام. تمام. فنبدأ بقى ان احنا ايه، نشوح اللحمة حلو ونتبلها بالفلفل الاسود. انا للاسف الكاميرا كانت بتصور معايا وهمي، ففي مقاطع كتيرة جدا ما اتصورتش، ولكن ان شاء الله هوصل لكم المعلومة كاملة. بعد كده بعد ما عملت اللحمة ضفت عليها معلقتين من الصلصة، وبعد كده كنت ضربة قوطة في الخلاط ومصفياها من القشر والبذر ونزلت بيها على اللحمة. وهسيب القوطة تتسبك كده يعني تاخد غلوتين 3، ما تكترش قوي. وبعد كده هتبلها. تمام، هديها الملح وهديها فلفل اسود تاني لو هي محتاجة، وبس كده. المفاجأة هنا بقى ان المكرونة ما بنسلقهاش، لا، المكرونة بنعملها صحيحة عادي خالص، يعني بنعملها نية زي ما هي كده. تمام. بنجيب بقى الطاجن وبنفضي فيه المكرونة. طبعا بقى بننزل بالصلصة سخنة مولعة، يعني بنكون لسه منزلينها من على البوتاجاز وبنروح صبينها على طول على الطاجن بتاعنا. لو انتي حابة تضيفي اي توابل حطي، عايزة تحطي شوية كمون حطي، اي حاجة عايزة تحطيها. طبعا ايه يعني التوابل دي بتكون اذواق. بعد كده بقى شايفين الصلصة عاملة ازاي، اللي هي دوبك خدت غلوتين بس. بعد كده نزلت بيها على المكرونة. تمام. بس وقلبتها واحطها بقى في الفرن على رف الفرن ذات نفسه، يعني مش على الشبكة، لا، يعني فوق الفرن على طول، فوق فرن على صاجة الفرن ذات نفسها. تمام، مش على الشبكة، واغطيها واحطها. اخدت معايا تقريبا تلت ساعة، ولكن طبعا بتختلف من بوتاجاز لبوتاجاز. هنا بقى بوريكم، بصوا المكرونة مستوية ازاي. المكرونة مستوية جدا ولا كأننا كنا حاطينها نية، وكمان ريحتها فظيعة وطعمها حلو قوي. اللحمة مديها طعم حلو، الصلصة جميلة، البصلة مع الثوم. انا عايزة اقول لكم كمان ان انا في الطماطم كنت ضاربة فلفل اخضر حراق، فهي بقى سبايسي كده. وبصوا فظيعة، لازم تجربوها، جربوها ان شاء الله وادعولي. انا ولاء هاشم، لو اول مرة بتشوفيني ياريت تشتركي معايا وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وكمان لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش تعملي لي اعجاب، مفيش اسهل من كده. ودلوقتي هقول لكم دمتم سالمين ومع السلامة.